يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده كريمية تنفع في الجو الحر ده، ومغذية وجميلة جدا جدا. تابعوني لاخر الفيديو عشان يطلع معاكم احلى كريم كراميل. اول حاجة نعمل طبقة الكراميل. هنجيب نص كوباية من السكر ونحطها في الطاسة ونوزعها بالشكل ده. هنحط الطاسة دي على النار تكون منخفضة. هنسيبها لحد لما السكر يبتدي يسيح، مش هنقلب ولا نيجي ناحيته خالص. لحد لما السكر يبتدي يسيح، في الوقت ده هنبتدي نقلب السكر اللي ساح مع سكر الحبيبات علشان كله يتكرمل. ضروري ما نغمقش لونه علشان ما يمررش الكريم كراميل بتاعنا. هنفضل نقلبه كده لحد لما السكر بتاعنا يسيح وياخد لون اغمق شوية من ده. وبعد كده نبتدي نجهز الطواجن بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها، او البولات اللي هتدخل الفرن. ونبتدي نحط الكراميل على طول وهو سخن، لانه بسرعة جدا جدا بيبقى صلب، فاحنا نتعامل معاه بسرعة. بس نخلينا حريصين لان بتبقى درجة حرارته مرتفعة جدا. كده خلاص تمام، الكريم كراميل بتاعي اخد اللون الجميل ده. هنبتدي بقى نشيله من على النار ونحط في البولات اللي هتدخل الفرن. المقدار ده بيعمل 6 من البولات اللي هي الحجم الصغير. تمام. فاحنا نحط كده في كل بولة معلقة ونص او معلقتين من الكراميل زي ما احنا عايزين، بس ضروري نوزعه بسرعة علشان بيتجمد زي ما قلت لكم بسرعة. ينفع كمان نعمله في الفناجين الصيني عادي خالص، انا بعمله فيها مفيش اي مشكلة خالص، بس صيني فقط، يعني ما ينفعش بايركس او اركوبال، صيني بس. لو الاركوبال بيدخل الفرن تمام، يعني مفيش مشكلة. هنا ابتدي اعمل الكريم كراميل بقى. هجيب 2.5 كوباية من الحليب واحطهم على النار. انا عايزة اللبن يغلي او الحليب ده يغلي. هنا جبت 4 بيضات، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة كده من الفانيليا، ضروري جدا جدا الفانيليا. وهحط 2.5 كبار من السكر، تكون المعلقة كبيرة هرمية. يبقى انا حطيت 4 بيضات، نص معلقة صغيرة فانيليا، 2.5 كبار من السكر. الحليب بتاعي غلى بالشكل ده، بصوا درجة الغليان. طبعا لو حطيناه على البيض بالشكل ده البيض هيستوي. فاحنا بناخد كده بصوا كم معلقة في الاول، وبنقلب بسرعة جدا جدا لحد لما البيض ياخد درجة حرارة الحليب، وبعد كده هنبتدي نضيف باقي الحليب مرة واحدة. بصوا لو تلاحظوا انا في الاول بحط كمية قليلة جدا بالشكل ده وبالتدريج، وبقلب بسرعة علشان اطمن انه البيض ما يستويش. الخطوة دي مهمة جدا جدا. هفضل ازود بالتدريج، وفي الاخر بقى هجيب الحليب بتاعي كله واحطه على البيض. الوضع ده مش هيخلي البيض لا يستوي ولا يبقى حتت جوه الحليب. كده خلاص تمام. زي ما احنا شايفين كده، بصوا القوام بتاعه سائل، مفهوش اي تكتلات ولا اي تسوية للبيض حصلت. كده تمام. لو انتي حابة بقى تعمليه كده اوكي، بس انا حابة اديله لون اصفر بس كده علشان يبقى لون الكريم كراميل حلو. فانا هجيب لون اصفر صفار الزعفران وهحطه بالشكل ده. لو انت هتعمليه في البيت ممكن ما تعمليش اللون ده، بس علشان التصوير والالوان بتبقى مهمة فانا بحطه. لكن لو انت هتعمليه في بيتك مش ضروري خالص تحطي اي لون. قلبت اللون كويس جدا بالشكل ده. كده خلاص الكريم كراميل بتاعنا حضرت حاجته. هبتدي اجيب مصفى وهجيب البولات اللي حطيت فيها الكراميل وابتدي احط الخليط بتاعي بالشكل ده. المصفى علشان لو في اي قشطة في الحليب او اي حاجة بتبتدي ما تنزلش معايا في الكريم كراميل وتبوظ لي شكله او قوامه. بصوا بالشكل ده. يبقى احنا بننزل بالمصفى علشان القشطة او اي حاجة في الحليب ما تنزلش معايا في الكريم كراميل. كده انا مليت البولات بتاعتي زي ما قلت لكم، المقدار ده بيعمل 6 بولات صغيرة. كده تمام جدا جدا. عملت فنجان كمان من الصيني، وده عادي بيدخل الفرن مفيش اي مشكلة خالص، انا بعمل فيه على طول بيديني شكل حلو.
وابتديت اجيب فويل واغطي البولات بتاعتي بالشكل ده علشان الوش بتاع الكراميل ما ينشفش او ما يبقاش لونه ما يعملش قشرة، فاحنا ضروري بنغطيه. بنجيب اي صينية وبنبتدي نحط فيها مية مغلية. بصوا البخار طالع ازاي. عايزة المية تبقى نص البولات، يعني نص البولة كده يبقى واصل لها المية المغلية. انا حطيت بالشكل ده، وبعد كده هبتدي احط البولات بتاعتي في الصينية بالشكل ده. وفي النص هنحط الفنجان، وهندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 140 ماكسيموم 160 في الرف اللي في النص. ما نزودش درجة الحرارة علشان يطلع القوام بتاع الكريم كراميل ناعم، لان لو درجة الحرارة عليت بتعمل زي فقاعات كده هوا جوه الكريم كراميل، فما بيبقاش ناعم بالشكل اللي احنا بنجيبه عليه من بره او جاهز، او الطعم اللي احنا عارفينه. يعني هو الطعم مش بيختلف كتير للأمانة، مش بيختلف خالص، بس هو ممكن فقاعات الهوا دي بتخلي شكله مختلف. بصوا بعد ساعة خرجت الكريم كراميل، لقيته لسه طري، لسه ما تمسكش. هو بيبقى طري بس مش سائل، يعني بيبقى طري وبيتهز معايا كده في الطاجن لكن مش سائل. فده لسه عايز شوية. انا دخلته الفرن تاني، اخد ساعة و10 دقايق في الفرن. يبقى اخد مني في التسوية ساعة و10 دقايق في الرف اللي في النص. اقل درجة حرارة عندك لحد ماكسيموم يعني 160، ما تزوديش عن 160 علشان ما يعملش فقاعات الهواء. كده بعد ساعة و10 دقايق بصوا خلاص كده يعني متماسك، لكن برضو طري بس متماسك مش سائل. تمام. هبتدي بقى ادخله التلاجة. بصوا ده بالظبط القوام زي ما احنا شايفين، متماسك لكن بيتحرك كده، وده القوام العادي في الجيلي والكريم كراميل. دخلته التلاجة لمدة ساعتين، وبعد ساعتين خرجت الطاجن. حاولت اسلكه كده من الاطراف، وبعد كده هنبتدي نقدمه في الطبق بالشكل ده. حلو جدا جدا وطعمه خطير وحاجات مغذية، بيض وحليب، يعني حاجة حلوة جدا جدا، والنتيجة مضمونة حتى لو انتي بتعمليه اول مرة. ضروري ضروري ان انا لما اجي احط الحليب على البيض احط بالتدريج، ما احطش مرة واحدة. ضروري اسويه على اقل درجة حرارة علشان ما يعملش فقاعات الهواء. الفرن تكون متسخنة قبلها على نفس درجة الحرارة المنخفضة دي، يعني ما تبقاش سخنة قوي، لا تبقى درجة حرارة الفرن يدوبك كده سخونة خفيفة. بعد ما بنخرجه من الفرن بنحطه في التلاجة ساعتين، وبعد كده نبتدي بقى نخرجه ونقدمه. طعمه حلو جدا جدا، اتمنى تجربوه وان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.